تمام يا اخوان، عملنا لكم حلقة على القناة الرئيسية وجبنا فيها اليمام الماسي وتكلمنا فيها عن الذكر والأنثى وقد سعره، وجبناه معاه بيضه، وقلنا لكم حنشوف في الحلقات الجاية هل بتأقلم مع طائر الباجي ولا لأ. طبعا يا اخوان زي ما شايفين واضح وصريح قدامكم الباجي مش متقبل وجوده في البيت وبنزل وبضرب فيه وزي ما شايفين يعني بالاسلوب هذا، وخايفين انه يعني يقتله لانه هو حجمه بحجم الباجي، يعني تقريبا حجمه بحجم الباجي. فلذلك ان شاء الله حننقل اللي هو طائر الباجي من البيت هذا لبيت ثاني، او حننقل اللي هو طائر اليمام الماسي هذا لبيت ثاني، مش عارف صراحة. طبعا هذه الانتثاية مش قادر اصير لانه على ما اعتقد موسع على وضع البيض. طبعا احنا جبناه معاها يعني تقريبا بيضة، هيقتلها بس يا حج زي ما شايفين هذا هو البيض تبعهم. طبعا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت لا 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 انت مش جايبها البر، لا انت ولا اخوك. تعال بقول، تعال. عارف حاله عمل حاجة غلط، تعال بحكي. يعني شكلك انا بقول تعال، يعني مش هنقعد طول الحلقة نقعد نمسك فيك. تمام يا اخوان، هننقله لانه مش مخلينا حل او مش مخلينا اللي هو فرصة، وانا ما اعتقد هي تعبت الانثى. شايفين كيف تنهج منه مال بالعارض، فهنقلهم في بيت ثاني. طبعا هذا الزوج انا ما اعتقد الانثى اكيد وضعت بيض لانه بتتردد كثير على اللي هو الصندوق، زي ما شايفين بلحق فيها تعبها على الفاضي. ما خليتليش حل، انت ما خليتليش حل. تعال ما خليش حل يا اخوان الا انقله. تمام، في عنا هان بيوت، في هان عنا زوج، مش عارف هل انقل هذا الباجي هان ولا انقل هان الزوج، مش عارف صراحة. تمام يا اخوان، خلني هيك يعني افكر هيك شوية وهرجع في القرار الاخير النهائي واشوف انه انسب، هل انقل اليمام او انقل الباجي. فخلني هيك يعني اقرر انا بيني وبين نفسي واشوف، فخلكم معنا يا اخوان. تمام يا اخوان، يعني انصدمت صدمة كبيرة كثير 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 ومفاجأة، يعني بالنسبة لي انا مفاجأة. جيت انقل هذول من هنا لهنا لقيتهم بيضين، والله. لقيت الزوج هذا بايض يا اخوان، فمش عارف صراحة. فإلي خاطر اقسم البيت هذا واحط اليمام هان، بحكم انه هان في كان زوجين، واحد من الزوج الانثى تبعته ماتت، فحخلي الثلاثة هانا وهذه هان. يا بيي لسه بدي افك هذا واعمل. طيب خليكم معنا يا اخوان. والله شغلانة يا ابو ادم، انت جبت لك شغلانة انت. يلا كله لاجلكم عشان قلتوا لي جيب يمام ماسي والى ذلك. خلني اقسم البيت وارجع لكم نشوف ايش بدنا نسوي.
والله صدمة كبيرة للأمانة. مفاجأة حلوة ثانية من البادجي. الزوج الثاني لقيته بايض فوق في العش اللي كان هنا، اللي قلت لكم عنه. مش عارف شكله خرب العش، صالحوه تاني. المهم عاملين عش فوق العشية وبايضين فيها بيضتين، وهذا لقيت فيها بيضة فامسكتهم. نسيت يا اخوان. اتمنى انه يرجعوا ثاني، يعني يرقدوا وما يكسروا زي الدور اللي فات مسكته وكسروه. تمام. ايش سويت؟ حطيت هان قسام زي ما شايفين، ايوه، وحطيت اللي هو قفص البيض او العشية، وحنروح نجيب اليمام الماسي. طبعا يا اخوان تعبت الانثى وهو بيلحق فيها الذكر البادجي. خلنا نجيبها. تعال يا حج، تعال يا بيضة، تعال يا وزة. هذه هي ما شاء الله عليها. ونحطها في الصندوق تبعها الجديد. بسم الله، يلا روح. زي ما شايفين هذه هي. خلنا نجيب الذكر حقها. بسم الله. طبعا واقف على الغصن. غلبناش. خليك شاطر، خليك حنون. نقعد طول الحلقة نلحق فيك. مسكتك خلص. ولكن مسكتك يلا ينكرك. بديش اكسر له جناح ولا راسه ولا ايده. سبحان الله، الذكر عينه اوسع من الانثى مراحل. تمام، خلنا نحطه مع الانثى. يلا فوتي. تمام يا اخوان، نأمل من الله انها ترجع ثاني تبيض في العشية وتجمع اللي هو 5 بيضات، اللي من ضمنهم واحدة انكسرت والثانية برضو مكسورة، فرجيناكم اياها في الحلقة، ولكن خليها على اساس انه يبيضوا عليها ال3 بيضات الثانيين. حكينا في الفيديو القناة الرئيسية عن اللي هو قصتهم، انه كان في واحد جاي بده يشتريهم وانكسرت بيضة وهيك. فاللي ما شاهدش الفيديو لما جبتهم اتمنى تروح على القناة الرئيسية وتشوفهم. وصراحة تفاجأت في الباج في الزيبرا بايض وهذا بايض، فاشي حلو. تمام يا اخوان، اشي حلو كثير. بسم الله ما شاء الله. طبعا حكينا لكم سعره تقريبا ما يعادل اللي هو $5، 20 شيكل ما يعادل $5. وهذا اشي يعني، اكتبوا لنا تحت في التعليقات في بلدكم قديش بيساوي الجمام او اليمام الماسي بالدولار، على اساس انه نعرف في كل بلد قديش سعره، وهل انا مغلوب ولا مش مغلوب. تمام. ما نقلنا هذول، قلنا خلص نخليهم. صراحة في كان عنده زوج من اليمام الكريم الأكبر من هذا، وكان نفسي أجيبه، ولكن خفت إنه يتقاتلوا مع بعض، فخايف لقيت أجيبه وأحطه هان يتقاتلوا هذول مع بعض، فمش عارف صراحة. تمام، تابعونا في الحلقات الجاية في اللي هو القناة الرئيسية، على أساس إنه تشوفوا هل حجيب الجوز الكريم أو لا. وبس بهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. أشكركم لحسن المتابعة والمشاهدة. السلام يا إخوان. تومي انت بدك تاكلي؟ هو الأولاد مش جايين، راحوا عند دار سيدهم، ما صدقوا الإجازة تيجي وهم سابوكي وراحوا. كان أخدوكي معاهم، كانت سليتي مع البس اللي عند دار سيدهم. تمام. لو انت وصلت لهذا الحد من المستوى من الفيديو فبقى انا بأشكرك كثير. اكتب لنا رقم 3
على اساس انه احنا نعرف مين اللي تم معنا للنهاية ومين بحبنا ومين بحب اللي هو المزرعة تبعتنا. وبس. بسم الله. تعي توم. توم تعال. منك تومي 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 تومي. انتي وزة والله ابني ما عملت له هيك يا جماعة. انتي حلوة انتي اكبر. يلا انزل انزل يا اختي انزل. يلا لو لو لو. اسد اسد ماشي.